السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤخرا انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. لم أتوقع أبدا أن أرى مثل هذا الفيديو يحدث في الجزائر. يعني شيء صادم حقا، والله شيء صادم. وهو فيديو لشخص قام بتصوير كلبه وهو يأكل قطة حامل، وهو يصور ويستمتع، يعني يستمتع بذلك المشهد. هل في الحقيقة هل هناك بشر يستمتع لهذا المنظر حقا ولديه رحمة في قلبه؟ مثل هؤلاء الناس صراحة لا يستحقون العيش معنا، لا يستحقون العيش معنا أبدا. وفوق كل هذا، خرجت أمه عن صمتها وتهدد الشعب الجزائري أنها سترفع دعوى قضائية لكل شخص ينشر صورة ابنها. هذا الولد اسمه أصيل نايلي، وهو يستحق العقاب على ما فعله. والآن أترككم مع الفيديو، يعني صراحة فيديو صادم صادم. هذا الفيديو هو عبارة عن كلب يأكل قطة حامل. هذا الفيديو تم تصويره من قبل صاحب الكلب. في الحقيقة هذا ليس إنسانا أو بشر، ليس لديه رحمة، ويستحق السجن ويستحق عقوبة قصوى، يعني صراحة، لهذا المنظر البشع الذي نراه أمام أعيننا.